المهم المهم يا صديقي، ان الواحد متسوح بقاله كام يوم ومش عارف يعمل اي حاجة. يعني ايه؟ معروف عن شهر واحد 12 وواحد عامة، اللي هم اشهر الامتحانات يعني. فالواحد متسوح في الامتحانات بطريقة لا تطاق ولا تستحمل، يعني الواحد ما يستحملهاش. المهم احنا داخلين على يومين كريسماس، وانت عملت ايه بقى في الكريسماس؟ جاهز ولا ايه؟ جهزت الدنيا؟ يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي جاء الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له، يعني من الانصار، راحوا من الانصار قالوا له يا رسول الله، احنا كان عندنا يومين في ايام ما قبل الاسلام وكده، في الجاهليه كنا بنلعب فيهم وكده. قال لقد ابدلكم الله عيدين خيرا منهم، عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني اللي هم اساسا ده يومين بيلعبوا فيهم، مش اعياد، يعني كانوا يومين بيلعبوا فيهم. فما بالك بقى انت ده عقيده، يعني ده امر عقائدي. المهم احنا عايزين نكمل كلامنا، بس المشكله ان الواحد طلع الطريق، فنوصل المجمع، ولو لقيت الدنيا فاضيه في المجمع هنقعد نكمل تسجيل عادي. والنهارده يوم رخم والله، والمشكله الواحد هيرجع مش هيلحق يستريح، يعني راح يكمل مذاكره لبكره والبعده، يعني امتحان بكره وامتحان بعده كذلك. رجعنا من الكليه والحمد لله. الامتحان عدى على خير، يعني زي ما باين عليا لسه صاحي من النوم. يعني جيت ريحت شويه، وبعد كده يعني ايه قمت صليت الظهر. كنتش صليت الظهر، قمت صليت الظهر والحمد لله. يعني الحمد لله، واحد قال لي يطلع يصور شويه في الهواء، الجو جميل. فالمهم نكمل كلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اتاه الصحابه وكده، يعني عشان اليومين بتوع العيد، قال قد ابدلكم الله عيدين خيرا منهما. يعني ربنا سبحانه وتعالى ابدلكم عيدين خيرا منهما، هو عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاك عيدين يعني احسن من الكريسماس والكلام ده، فاللي هو عيد الفطر وعيد الاضحى. طب ليه انت بتحتفل بحاجه ليست للمسلمين، ليس لنا بها صله؟ واولا ديت امر عقائدي، بمعنى انت رجل تؤمن انه لا اله الا الله. الله اكبر، الله اكبر، العصر بيأذن. انت رجل تؤمن انه لا اله الا الله، وان محمدا عبده ورسوله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. انت تؤمن بانه لا اله الا الله سبحانه وتعالى، وانه هو الواحد الاحد. هذا ليس يعني اللي انت لما بتهني حد، انت بمعنى كده انت بتؤمن اللي دوت فعلا ميلاد الرب. معنى كلمة ميري كريسماس، او ليست كما نحن نعتقد، او اللي هو ايه كل سنة وانت طيب والكلام ده، لا، ليس هذا معناها. بل معناها انه يعني الرب المجيد او الرب المخلص، يعني هذا ميلاد الرب المخلص. فانت بتؤمن اللي ده ميلاد ربنا سبحانه وتعالى. انت حتى لو الاذان واضح في الباك جراوند، فانت سامع يعني اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يعني انت بتؤمن، انت كده بتؤمن، يعني انت بتكفر بالله سبحانه وتعالى لما انت بتعمل شيء زي ده. لما بتحتفل براس السنه او الكريسماس او الى اخره، ايا كانت المسميات، فانت بتكفر بالله سبحانه وتعالى. انت في سوره عندك في القران جاءت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني انت شفت واحد مسيحي بيحتفل معانا مثلا باعيادنا او الى اخره؟ لا طبعا، يعني ما بتحصلش، نادرا، يعني عمرها ما حصلت. عمرك شفت واحد مسيحي جاي في عيد الاضحى جاي بيضحي معاك؟ لا طبعا. ليه؟ لان دي عقيدته مش عقيدته، ما بتسمحلوش بكده، وانت عقيدتك ما تسمحلكش ان انت بتحتفل بالكريسماس والى اخره. ما ينفعش حتى تهنئ بيه اي احد، ما ينفعش تقول له حتى كل سنه وانت طيب. معنى ان انت قلت له كل سنه وانت طيب، معنى كده بتقول له انت صح، انت صح، يعني انت صح، اللي فعلا ميلاد الرب، والعياذ بالله. معنى كده ان انت بتقر عليه عقيدته، اللي انت بتبين له اللي عقيدتك صح. خليك عند مبدأك، خليك اللي انت قلت لا اله الا الله، فانت عند مبدأك، يعني اثبت عند مبدأك. ويعني اللي انا ممكن اقدر اقوله لك اكتر من كده. مش هقدر اقول لك يعني مثلا اللي انا اقدر اقوله لك في الموجز السريع، يعني سريعا كده. فيعني ايه، خليك عند مبدأك، وحاول برضك. يعني في حاجه منتشره يقول لك احنا عايزين نعمل عباده اليوم وبما ان احنا مثلا مش هنحتفل معاهم فاحنا نعمل عباده.
طيب انت كده دخلت في نقطه ثانيه، الا وهي اللي دوت بدعه. تمام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم بالعباده. يعني ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام ولا عن اصحابه انه خصص يوما للعباده. مفيش تخصيص يوم للعباده. ما ينفعش ان انت تخصص يوم للعباده. ما ينفعش تقول مثلا انت هتيجي ليله الاسراء والمعراج مثلا انا اصلي وهقيم الليل والى هكذا. دوت بدعه. يعني دوت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضك اللي انت تقول اللي انا بما ان انا مش موعش في الذنب ومش عارف كيف انا هخصص يوم للعباده. انت بتعمل يعني انت بتهرب من الشرك ببدعه. فده حرام برضك. يعني ده برضك حرام. ما ينفعش. عايز تعبد ربنا سبحانه وتعالى اعبده في اي وقت في اي حين بمعنى صحيح. اعبد ربنا سبحانه وتعالى في اي وقت وحين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يعني اعبد ربنا سبحانه وتعالى في اي وقت في اي مكان. لكن يعني ما تخصصش وقت معين، ما تخصصش جزء من يومك معين عشان يعني عشان ايه يوم معين عشان تعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش. ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن اصحابه. في نقطة أخيرة، جاء أحد الصحابة كان عامل نذر وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هل النذر دوت هل المكان والزمان بتاع النذر ده، يعني النذر ده واجب عليك اللي أنت تقضيه، يعني ده أمر واجب النفاذ اللي أنت تعمله، هل النذر دوت متعلق بعيد من أعياد أو مكان من أعياد غير المسلمين؟ قال لا يا رسول الله. قال إذا فافعله، إذا فأده. يعني أنت واخد بالك اللي هو وصلت لإيه؟ ده نذر. يعني ده نذر، ده واجب، حاجه واجب النفاذ خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو هو كان فعلا لو النذر دوت كان ليه علاقه بزمان او مكان بعباده غير عبادات المسلمين او اعياد غير اعياد المسلمين، ما كانش امره تقريبا باللي هو يعمله، ما كانش امره اللي هو يعمل النذر ده. المهم ما تخشش. يعني مثلا انت عايز يا عم تصلي قيام وتقرا قران، اقرا عندك الليالي الطويله صلي فيها قيام، لكن ما تجيش تخصص اليوم اللي هو ليله راس السنه او ليله الكريسماس زي ما بيقولوا تخصصها في العباده. ما ينفعش خالص. يعني ما ينفعش خالص اللي انت تخصصها في العباده او الى اخره. يعني ارجو ان اكون قد وفقت يعني في تيسير الامر. تمام. والواحد فعلا مضغوط الفتره ديت والله. يعني الحمد لله على كل حال. والواحد ما صدق اللي هو خلص الامتحان بتاع النهارده وروح نام، حتى ما عرفتش اسجل بعد ما خلصت. فالواحد خلص وروح نام وانتهى من امر شاق وماده شاقه. مع كمان غلطت غلطه، يا رب تعدي على خير. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تعدي على خير. وبكره عندي امتحان، يعني الجمعه عندي امتحان والسبت عندي امتحان، والدنيا هتبقى صعبه. الحمد لله على كل حال، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وبس كده. السلام عليكم.